قطعا اللي بيسمعونا وبيشوفوا الحلقات كتير منهم سأل أنا اتخلقت ليه؟ ليه ربنا خلقني؟ واللي تابع الحلقات ممكن يجاوب من نفسه، لأن احنا شفنا ازاي ان ربنا لما خلقنا أعفانا من وظائف كتير، يعني زي الهضم والتنفس والدورة الدموية والحاجات دي كفلها هو بنفسه سبحانه وتعالى بأوتوماتيكيات وآليات مخصوصة، فحررنا من كل أنواع الوظائف دي فرغنا لإيه؟ فرغنا لطلب أعلى المعارف وأشرف الأعمال. وأعلى المعارف إيه؟ أعلى المعارف معرفته، لأنه هو أعظم معروف، وأشرف الأعمال هي عمل الخير، وهي دي العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بعض الناس يقولوا الله، طب يعني إيه مصلحة ربنا في إن إحنا نعبده؟ هو ملوش مصلحة فعلا، ده إحنا اللي لنا مصلحة. ربنا غني ومستغني، إحنا مش مستغنيين، إحنا اللي محتاجين، لأن العارف بحكم معرفته لله في بينه وبين ربنا صلة، ففي حبل ممدود زي حبل سري بين الجنين والأم بيتلقى غذاؤه كل يوم. إنما الكافر الممتنع المنكر الجاحد هو ده اللي قطع الصلة بينه وبين ربنا. فزي تمام ما تيجي تقطع حبل سري بين الجنين والأم، الأم مش هيجرى لها حاجة، اللي هيجرى له حاجة ويموت هو الجنين، إنما الأم مش هيجرى لها حاجة. فكذلك الله سبحانه وتعالى غني مستغني عن العالمين، إحنا اللي محتاجين. وبعدين في النهاية المسألة هتفرق كتير قوي. في فرق بين الحرامية والبلطجية والنشالين واللي عيشتهم محششة وعكوف على الشهوات، فرق كبير وبينهم وبين إنسان عاكف على الخير. في النهاية التحصيل هيختلف. في واحد هيبص يلاقي مفيش فرق بين موته وبين حياته، ما عملش حاجة، لم يضف أي شيء، دخل في الحياة كمستهلك وما أنتجش أي شيء. واحد دخل في الحياة كمنتج وكان حياته في فرق كبير جدا بين ميلاده وموته، أضاف شيء. فعلا يعني قيمة الإنسان هي النقطة البسيطة دي، ماذا صنع بين ميلاده وموته؟ هل أضاف أو سلب أو كان وجوده زي عدمه؟ سؤال مهم لازم الواحد يسأله لنفسه، لازم يسأل نفسه كل ليلة، يقول أنا عملت إيه؟ هل أضفت؟ هل وجودي كان زي عدمي؟ والموت بالنسبة لكل واحد أقرب إليه من شراك نعله. فالمسألة خطيرة إن الإنسان تنتهي حياته وهو ما عملش حاجة، ما حصلش شيء، ما أضافش شيء، تفرق كتير.